حاسين بالعيا وما قادرينش تكملوا هاد الايام الاخيره ديال رمضان. ماشي مشكل انك تحسي بالعيا، هادشي طبيعي عادي، اي واحد يقدر يجيه العياء في اخر يومين ديال رمضان. ولكن عندي لك نصيحه بسيطه وسريعه اللي تنظمي بها وقتك وترتاحي ليا مع راسك مزيان، لان راحتك قبل من كل شيء. هو دائما تطبيق القاعده الاساسيه، دائما 3 مهمات في اليوم. كنحددوا هاد 3 المهمات اللي غادي نعملوها كل ليله قبل ما ننعسوا، وهكا كنكونوا مرتاحين. وعلاش مثلا غير 3 ديال المهمات؟ علاش ما يكونوش 10 ولا 7 ولا 20 مهمات؟ حيت الا كثرنا بزاف ديال المهمات وكتبناهم قبل ما ننعسوا باش نديروهم غدا، غادي نصدقوا ما دايرين والو، وغادي يكون علينا ضغط، وفي الاخير ما درنا حتى شي حاجه، غنربحوا غير العيا. هذا هو الهدف والفائده ديال المهمات 3 اللي كنطبقوا هاد القاعده الاساسيه. كيبان ليك النهار ساهل وكتكون عندك طاقه باش تكمليهم، وكتحسي بالانجاز، وفي نفس الوقت كتحسي بالراحه النفسيه، لان اي حاجه كنعملوها خاص دائما ديك الراحه النفسيه تكون حاضره معنا، ونوفروا لها الراحه التامه، لان هي اللي كتساعدنا باش نوقفوا على رجلينا من جديد وجديد. ومثلا قراءه القران والدعاء راه مساعده في البيت او الدار. وغير هاد 3 الحوايج الا طبقتيهم غتحسي براسك مرتاحه ومنظمه. ملي كتحيدي التفكير وكتوضعيه في ورقه، الدماغ ديالك كيرتاح وكتولي كتركزي اكثر. وإلا عجبكم هذا الموضوع ما تنساونيش تكتبوا لي في التعاليق بصراحه واش غادي تجربوا هاد القاعده ديال 3 مهمات كل نهار، وشنو هما 3 الحوايج اللي غادي ديريهم غدا يقدر يكون العيد او بعد غدا. وعواشركم مباركه، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ورمضان مبارك علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وصالح الأعمال. وشكرا لكم على المتابعة، وأي سؤال أو استفسار كتبتوها لي في التعليقات أنا غادي نجاوبكم كاملين.